السلام عليكم. نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في مطبخ شيوات أم جمانة. يعني اليوم تصادفنا بالمعرض لعدة جمعيات من ولايتي بالعباس. المعرض جاي في لاكوبول، في مرشي في لاكوبول في القبة السماوية. يعني كانت عدة جمعيات، منها جمعية النعمة يعني للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، معوقين ذهنيا للأطفال والمراهقين. مركز نعمة بولاية سيدي بالعباس يعني أبهروني هاد الأطفال وهاد المراهقين، يعني بالأشياء اللي كانوا يقدموها. حتى المتحف المجاهد كان موجود، يعني قدم صور لمجاهدين، يعني وثائق، أشياء يعني تهم الشباب، تهم اللي في الثانويات والجامعات، يعني حتى في الابتدائية. يعني كانت أشياء ما شاء الله. يعني وكان هناك هذا النشاط، هذه ورشة الخياطة، خياطة للمفتول، ورشة الحلفة، يعني هذه للمعوقين ذهنيا. يعني كانوا ما شاء الله. يعني ورشة المكرمي، ورشة الخياطة والطرز، ورشة الحديد المضغوط، ورشة النجارة. يعني كان متعدد وكان ما شاء الله. يعني يستحقوا باش نقولوا، يستحقوا باش نوروا الخدمة نتاعهم. يعني والجمعية هذه جمعية مديرية مركز نعمة، المديرة آمال زناي، يعني اللي خلتنا صورنا وخلتنا كانت يعني فرحانة. يعني نقدموا زعما نقدموا هذه لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني قدموا أشياء جميلة ويستحقوا يعني كل الشكر، ويستحقوا يعني باش نوروا راهم يخدموا ونشجعوهم ثاني. كان هنا ورشة الخياطة والطرز، يعني كانت أشياء تحفة 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 تحفة. يعني الأطفال هادو يستحقوا كل التشجيع. حتى في النجارة وفي الحديد المضغوط كانت أشياء أبهرتني صراحة. يعني ما تصوريش باللي معاقين ذهنيا يخدموا هاد الأشياء، ولكن أبهروني. وكانت كل شيء كان رائع. يعني كل شيء كان ما شاء الله. يعني دعموهم وندعموا هذه الجمعيات، وندعموا ثاني هذه الفئة الهشة، الفئة اللي بعد على المجتمع. يعني ما شاء الله. وكانت هنا ثاني الأخوات. هنا كانت الأخت والي رشيدة، الرسم على الأواني الفخارية. يعني هي ترسم كل حاجة، يعني تجيبوا لها الأواني وترسم عليكم، ولا من عندها الأواني والحاجة اللي بغيتو ترسمها لكم. كانت ما شاء الله، كانت خدمتها نقية، يعني خدمة ما شاء الله، عجبتني بزاف. هنا أخواتني يخدموا الكاطو، يعني حلويات الله، هذه الشموع. يعني هنا كانت الشموع، يعني الفتاة هذه أبهرتني تاني بصناعة الشموع. شموع رمضان. يعني كانت ما شاء الله. هاي لاباج تاعها اللي باغي يتواصل معاها. يعني في الأسعار في متناول الجميع. يعني زوروا المعرض. هذا المعرض راه في المرشي القبة قلنا، يعني في القبة السماوية. المعرض هذا مازال ما يبلحش. يعني هذا الأسبوع كامل راهم فاتحينه. يعني نتمنى قاع يزوروا هذا المعرض ويشوفوا الأشياء اللي موجودة هنايا. هذه الطاجينات، يعني الطواجين هادو ما شاء الله، وأسعار ثاني في متناول الجميع. يعني هذا ب100 ب50، يعني بمبالغ رمزية. هذا 45,000. يعني كانت بمبالغ رمزية جدا. يعني ونحن نشجعوا الحرفيين، نشجعوا الشباب، يعني باش يبدعوا، باش يزيد في هذه الأشياء. يعني كان معرض رائع جدا، رغم اللي صغر المعرض. إن شاء الله نتمنوا يديروا لنا معارض كبار. هنا كان الأخوات هادو تاني راهم يخدموا الإكسسوارات. هنا إكسسوارات، يعني قائب اليد، السلاسل، البراسليات، يعني أشياء جميلة جدا. ها هنا
ها هما وين اكسسوارات، سلاسل، يعني كل قاع الاشياء اللي يبغوها البنات. هنايا بالمرجان، يعني الرابط راه هنايا تاع هادو البنات. هما سلاسل هادو كلشي هما يخدموه، الله يعطيهم الصحة. هذه مجوهرات، هذا اللي يعني اللي باغي يتواصل مع البنات هادو هما، يعني اشياء جميلة. وترسم تاني الرسم بالحناء، ها هي وينه ترسم في الحنة، يعني كانت قالت لك سويجو عندي ولا انا ها هي وينه ترسم هنا رسم ما شاء الله. ها هي هادو الصوالح اللي راها خادمتهم وراها مساويتهم، يعني في متناول الجميع. ونشجعوا البنات ولما لا. ما هما الاكسسوارات هذو كل شيء راهم خادمينه هذو البنات. الملقبات بويس كادو، يعني مانيش عارف، هما راهم حاطين في لاباج تاعهم كيما الفيسبوك، عندهم فيسبوك وعندهم انستغرام والتيك توك، يعني اللي يبغى يتبعهم يتبعهم. اكسسوارات ما شاء الله، يعني الصورة تتحدث عن نفسها، الصورة تتحدث عن نفسها، يعني ما شاء الله. بالكروشي هادو تاني أواني، يعني لي بورت كلي ما شاء الله. فناجيل، رسم على الفناجيل، يعني ما شاء الله. كانت جولة هذه تاع التبخيرة، يعني تاع العطر ما شاء الله. كانت كل الأشياء كانت جميلة جدا، يعني الخدمة كانت متقونة، يعني أتحفونا بهذا المعرض. يعني هذا هنايا كان لي كادر، هنا هادو الأخوات هنا يخدموا هذه ورشة دايرينها في البيت، يعني يخدموا الزيتون، يخدموا الحار، زيت زيتون، المخللات، كلش، يعني كاع المخللات، أنواع الزيتون أو المخللات أو الحار، يعني كانت ما شاء الله. الأخوات خلونا صورنا وخلينا باش نوروهم المنتجات. هنا هذه كتخدم الخياطة، يعني خادمة هنا طابليات وخادمة هنا سرابيت، لي بوينتس، يعني خادمة ما شاء الله. يعني المعرض فيه أشياء يعني أشياء جميلة، يعني للنساء، يعني كانت أشياء جميلة جدا، وكان الأسعار منخفضة في متناول الجميع. يعني هنا تاني هذه الأخت، يعني راها تقدم هذه الأشياء، يعني هذا أخ، هذا يقدم هذا يعني تاع العرايس، يقدم هنا تاني إكسسوارات، يعني ما شاء الله. احنا نشجعوا كل الحرفيين، يعني سواء بنات أو أولاد. هنا هذه الأخت هنايا أمزيان نصيرة، نقدم لها تحياتي من هذا المنبر، يعني تقدم هذه الإكسسوارات وأشياء عجبتني بزاف، يعني للعرايس للأخوات، يعني يجوك مع كلش، يعني تخدم حزازيم، كلش بالعقاش، هذا تخدم أشياء جميلة، الحزازيم، سيكان، كلش حقة باليد. هذه هنايا الرابط تاعها حريفي وصناعة الحلي، هذا رقم الهاتف نتاعها، اللي يبغي يتواصل معاها يتواصل معاها. هنا ثاني هذا الأخ اسمه أبو إسحاق للمستحضرات بالأحشاب الطبيعية، يعني تجميل صناعة الزيوت والصابون والمستخلصات التجميل، يعني ثاني أشياء جميلة عنده، زيوت طبيعية، يعني مستحضرات تجميل رائعة جدا. يعني زوروا هذا الأخ. وهنا هذه الأخت يسموها والي رشيدة، ترسم على الأواني الفخارية، يعني كان أشياء جميلة. نحيي أخت والي رشيدة على هذا الإبداع وعلى هالرسم على الفخار. وهي ترسم، يعني ترسم كاع للناس اللي يبغي يحوس يرسم على الفخار ولا يدير كاش صورة، ولا يعني راها موجودة في المعرض ويروح عندها. يعني ما شاء الله. هنا أخواتين يقدموا حلويات تقليدية، المعسلات يعني جافة، يعني حلويات رائعة، الصابلي، المقروض، يعني ما شاء الله.
يعني كل الحلويات، يعني هذه مختصين في الحلويات، حلويات للأعراس ولا للمناسبات. يعني نوجه الأخوات هذو أثاني تحياتنا. وهاي معكم بنتي جمانة. خوتي ما تنساش ديروا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة في حفظ الله.